في ايام اضطهاد المسيحيين نفسهم اكلت، وابتدوا يحرقوا النسخ القديمة لسبب ان كانوا زيهم زي اليهود في البداية وارثين الطبع ده، انه لو كتاب اتقطع يقولوا ما يصحش كلام ربنا يبقى متقطع، ما يصحش كلام ربنا يبقى ناقص، وإلا هيجي في جيل من الأجيال ياخدوا النسخة دي وينقلوها ناقصة ويقولوا هو ده الإنجيل. فكانوا دايما بيحرصوا على تجديد نسخ الكتاب. طبعا دي كانت عند اليهود رسمي، وكان اسمها جنيزة، المخزن اللي بيحطوا فيه الكتب اللي هتتحرق. ونشكر ربنا مرة خزنوا كتب عشان يحرقوها في المعبد اليهودي في القاهرة، وخزنوها اتفضلوا ونسيوها، فلقينا فيها كنوز وكانت محطوطة في حجرة الجنيزة اللي هي الجنازة يعني اللي هتتحرق. فربما احيانا برضو المسيحيين باعتبار ان ده التقليد اللي كان معمول بيه، انه الكتاب اللي ينقص ويتبهدل يكون فيه نسخ تانية موجودة سليمة. انا لما رحت الأبرشية من 33 سنة لما اترسمت يعني، ابونا بشوي عبد المسيح بتاع دمياط اللي هو وكيل المطرانية حاليا في دمياط قال لي القرابني بتاع بساط النصارى بيعمل القربان بالمخطوطات اللي في الكنيسة. قلت له ايه؟ يا دي المصيبة. طب الحق، قلت له الحق اروح هناك واقفل عليها وبتاع. طبعا عملنا دلوقتي عليها تحسينات. يعني عايز اقول ان فكرة حرق الكتب القديمة برضو انا عشتها انا شخصيا لما وصلت، لكن انا زي بقول لكم ما كانتش بالمعنى ده بتاع قربني بساط النصارى. انا فضلت وراه لما طفشت من الكنيسة دي. لكن بمعنى احيانا ربما ان كانت النسخة اللي تتهرأ فدي نجيت ليه؟ لانها كانت مدفونة ومحدش طايلها.